اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل ان شاء الله وصفتنا النهارده على الفطار. هتكون معانا كبدة، معانا نص كيلو كبدة بلدي يا جماعة بالشكل ده. طبعا هي مجمدة معانا اهي، لسه مطلعينها طبعا مخرجينها من الفريزر. ما ينفعش نطلعها قبلها بشويه او نحط عليها ميه ولا اي حاجه عشان نعرف نقطعها زي ما هتشوفوا معانا دلوقتي. هنبدا كده في التقطيعه بتاعتها. عشان ما تنزلش اي دم ولا اي حاجه يا جماعه. هنقطعها يا حبايبي بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. على كده قطعنا يا حبايبي نص الكميه اللي معانا النص التاني اهو بالشكل ده. هوريكم مقطع طبعا بالشكل ده كده. كل ما تبقى مجمده يا جماعه طبعا تبقى حلوه معانا، ما تغلبناش في التقطيع بتاعتها بالشكل ده. نقطعها طبعا طرنشات بالشكل ده كده. قطعناها يا جماعه بالشكل ده. اوريكم طبعا معانا كلاوي حته كيلو اهي. معانا طبعا الدهن بتاعها هنسيحه كده على النار كده في الحله بتاعتنا بالشكل ده. هننزل بالكبده بتاعتنا يا جماعه. هنديها تشويحه كده. احنا هنا طبعا بنسوي جزر نعمل بيه عصير برتقال. نبدأ طبعا نشوح في الكبدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنبدأ معانا فلفل الوان اهو، هننزل كده على الكبدة بتاعتنا. نحط التوابل بتاعتنا فلفل اسمر وكمون كزبرة ناعمة 7 بهارات.
هتاخد تشويحه معانا كده بالشكل ده، وهتشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. الكبده يا جماعه غليت معانا لمده ربع ساعه كده. معانا راس توم صغيره قشرناها بالشكل ده، حطينا عليها ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره ناعمه. هندقهم كده في الهون وهتشوفوهم معانا ان شاء الله. الكبده يا جماعه على النار، طبعا دقينا التوم ونزلنا على الكبده بتاعتنا. هنحمر بطاطس الاكله دي كده، هنزلها شويه بطاطس كده ليها نص مقليه بالشكل ده كده. طبعا هي في الفريزر معانا، نطلعها على طول كده على الزيت على طول. وعملنا سلطه خضراء. عملنا يا حبايبي سلطه خضراء بالشكل ده، عصرنا على نص ليمونه، سنه خل وملح وكمون بالشكل ده. الخضار بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو. هنعمل سلطه طحينه هنقدمها ان شاء الله مع الحاجه دي. عملنا يا جماعه طبق بطاطس، ايه رايكم بالشكل ده. والكبده كده خلاص كده تعتبر دخلت في السوا اهي معانا ما شاء الله عليها. ايه رايكم؟ ده يا جماعه كان شكل فطارنا النهارده، وصفتنا. عملنا سلطه الطحينه، بطاطس طبعا زي ما احنا شايفين، وعيش طري، ومعانا طاجن رز معمر، شويه سلطه كده ومخلل. ايه رايكم؟ يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحلو بتاعنا يا جماعه النهارده هيكون كاستر. هنعمل فرم كده ان شاء الله مع بعض. هنعمل كاستر، طبقه كاستر، وهنعمل طبقه جيلي بالفراوله معانا كده. اللبن طبعا احنا هنخليه بالسكر الاول، التخليه دي طبعا على حسب الرغبه. معانا يا جماعه علبه كاستر بالشكل ده، طبعا فيها عبوه واحده، فيها باكت. طبعا هنفضيه كده على كميه اللبن اللي معانا بالشكل ده. هنقلب كده طبعا على البارد كله. شايفين يا حبايبي القوام بتاع الكاستر بتاعنا كده يعتبر كده خلاص اهو. هنطفي عليه النار كده، وما شاء الله القوام بتاعه حلو خالص اهو. هنرفعه كده من على النار، وهنبدأ نصبه في الاطباق بتاعتنا. كده خلاص كده خلصنا يا جماعة. بالنسبة للكاستر بتاعنا صبناه كده في الاطباق بتاعتنا بالشكل ده، والفورمة بتاعتنا هنقطع فيها موز، قطع موز كده. هنعمل نظام، ايه رايكم في الفورمة بتاعتنا كده حبايبي؟ طبعا زي ما احنا شايفين الكاستر بتاعنا صبناه في الاطباق بالشكل ده. وطبعا معانا الفورمة بتاعتنا قطعنا فيها كده قطع موز بالشكل ده. هنعمل
الجيلي يا جماعة معانا كوباية مية، الكوباية دي المج ده غليت على النار كده بالشكل ده. هنطفي طبعا النار، وهننزل بنص كوباية مية ساقعة، مية باردة اهي من الحنفية. هننزل بالباكت الجيلي بالشكل ده. طبعا احنا مطفين النار يا جماعة، منحطش سكر طبعا، نقلب. عملناها طبعا مع بعض قبل كده بالشكل ده اهو، وزي ما احنا حابين. الجيلي بتاعنا فراولة، مشمش، زي ما بنحب طبعا. لازم طبعا الكاستر يكون بارد معانا خالص، بقاله بتاع ساعة كده صابينه في الاطباق. بعد كده نبدأ الطبقة التانية، طبقة الجيلي. بقى كوباية مية نغليها على النار ونطفي النار، ننزل بنص كمية المية، نص كوباية مية باردة من الحنفية، والباكت الجيلي بتاعنا، ونقعد نقلب فيهم كده زي ما احنا بنعمل كده بالطريقة دي. وننزل طبعا الحشوة بتاعتنا بالطبقة التانية. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا حبايبي؟ هيبرد كده ان شاء الله وهتشوفوه واحنا بنقدمه معاكم بإذن الله. هنركنه كده لمدة نص ساعة، هيبدأ يبرد. هندخله التلاجة على الرف اللي تحت الفريزر لمدة ساعة، وان شاء الله هنطلعه هتشوفوه معانا. ايه رأيكم؟ وده يا جماعة شكل الفورمة بتاعتنا بعد ما قلبناها. طبعا حطيناها في التلاجة لمدة ساعتين وطلعت معانا بالشكل ده. قطع الموز ظاهرة معانا في الطبقة الجيلي من تحت اهي. ايه رأيكم؟ يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.